سيدنا نوح مش هو اللي أثر في تربية ابنه علشان ابنه يطلع كافر. هل آزر اجتهد في تربية إبراهيم عليه السلام عشان يوصله إن هو يبقى أبو الأنبياء؟ طبعا لا. الهداية بيد الله وحده. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. مفيش داعي برضو إن أنت تجلد نفسك وتأنب نفسك وتعذب نفسك بهذه الطريقة. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، الهداية من الله. على فكرة سيدنا نوح مش هو اللي أثر في تربية ابنه علشان ابنه يطلع كافر، ولا آزر والد سيدنا إبراهيم عليه السلام اجتهد في تربية ابنه ونجح في تربية ابنه إبراهيم لحد ما أصبح إبراهيم أبو الأنبياء. هل آزر اجتهد في تربية إبراهيم عليه السلام عشان يوصله إن هو يبقى أبو الأنبياء؟ طبعا لا. ولا يعقوب عليه السلام هو اللي زرع الغل والحقد في قلوب أبنائه نحو سيدنا يوسف عليه السلام، لدرجة ان هم يتخلصوا من اخوهم سيدنا يوسف عليه السلام بالطريقة اللي انت عارفها طبعا. والقصة ديت معروفة في القرآن، وربنا عز وجل لما بيحكيها بيقول: نحن نقص عليك احسن القصص. كل ما هنالك ان الهداية بيد الله وحده، فما فيش داعي للتفاخر، ما فيش داعي للتفاخر والاغترار. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فاللهم قلب قلوبنا على طاعتك يا رب. فما فيش داعي ابدا ان انت تتفاخر وتغتر بهداية ابنك وادب ابنك وتنسب ده لنفسك، وتنسى ان ده محض توفيق من الله عز وجل، يهدي من يشاء. ولا في داعي برضو انك تجلد نفسك عشان خاطر ابنك اللي انت تعبت وراه واجتهدت وراه وبذلت وراه جهد السنين دي كلها ضل الطريق عن ربنا وبعد عن طريق الهداية. مفيش داعي برضو ان انت تجلد نفسك وتأنب نفسك وتعذب نفسك بهذه الطريقة. الموضوع ببساطة شديدة جدا جدا جدا، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الموضوع ببساطة يا جماعة، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فيا جماعة بلاش نغتر بصلاح أولادنا، لأنها مش بشطارتنا، ده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. وارحموا اللي ربوا ولادهم وأخدوا بالأسباب لكن في النتيجة ما لقيوش نتيجة، مع إنهم سعوا وتعبوا وبذلوا وعملوا اللي عليهم، لكن النتيجة مش في إيديهم، ده في إيد ربك سبحانه وتعالى. وبلاش برضو يا جماعة ننسى حاجة مهمة جدا، إن العبرة بالخواتيم، والخواتيم ميراث السوابق، وربنا سبحانه وتعالى لن يضيع أجر من أحسن عملا. مش كده ولا إيه؟ لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، دعم الفيديو عشان تساعد على انتشاره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.